في الصباحية العريس نزل بدماغ العروسة في ايده بعد ما فصل دماغها عن جسمها. شال راسها في ايده وراح خبط على ابوه، قال له ادي راس عروستي انا خلصت عليها. كلام كتير وتأليف طلع بعدها لحد ما النيابة العامة مشكورة كشفت عن الأسباب وعن الحقيقة بالكامل، والطب الشرعي قال كلمته الأخيرة. أنا اللي دخلت وغسلتها مع المغسلة حضرتك. أنا دخلت ولقيت رأسها مقطوعة حضرتك، ضرب بسكينة، اتكسرت السكينة، جرها ووداها على المطبخ وكمل بالسكينة التانية. يعني بنات الناس برضه يمثلوا بجثتهم، يا أخي وأنت بس ما تمثلش بجثتهم، ده وحش من الوحوش، ده لابد أن يعدم في مكان عام. أنا بناشد جميع المسؤولين بالاستعجال في هذا الموضوع. أتمنى أن توصل صوتنا للناس كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال البث المباشر ده، لكن رجاء وانت بتسمعني دلوقتي تتفاعل مع البث المباشر وتدوس على علامة القلب وتعمل متابعة للصفحة وتصلي على النبي. حادث أليم كلمت عنه من فترة، ووعدت حضراتكم اني بعد انتهاء التحقيقات وظهور نتيجة الطب الشرعي هطلع اكشف لحضراتكم جميع التفاصيل بالكامل. هنروح لمحافظة أسيوط وبالتحديد مركز الفتح قرية الفيمة. بنت اسمها أزهار عيد محمود، عندها 17 سنة. من سنة أو أكتر اتقدم ليها واحد من العيلة يبقى ابن عمها فوق، وافقوا بيه، شافوا إنه هو شخص مناسب، وافقوا بيه. الخطوبة تمت واستمرت سنة. فضل سنة خطيبها، وبعد انتهاء السنة خلاص مشوا في إجراءات الزواج وحددوا ميعاد الفرح. تمام لحد هنا الفرح تم، الحنة والفرح والأمور عدت على خير، كل مبسوط وفرحان. فيديوهات وصور من الخطوبة، الاتنين في قمة سعادتهم. فيديوهات وصور من الفرح الاتنين، والاهالي وجميع القرية الكل برضه فرحان وفي قمة سعادة. لكن للأسف الفرحة ما كملتش، والفرح اتحول لحزن بعد ساعات بسيطة. في الصباحية جم أهل العروسة زاروا العريس وشافوا بنتهم، الزغاريت ملت المكان. أم العروسة حسب طبعا التحقيقات هو قال لها وكلمها وقال لها لا الأمور تمام والدنيا خلاص وأنا دخلت على بنتكم. زغرتوا وخدوا واجبهم ومشوا لحد أذان العصر من الصباحية. طبعا هو اتكلم مع أبوه حسب لحد أذان العصر من الصباحية. بعدها بساعة أو 2 بالضبط وقبل أذان المغرب جالهم اتصال، الحقوا ده فيه شرطة هناك في بيت العريس، ورجال المباحث هناك مالين المكان وبيقولوا في حاجة حصلت جوا البيت. راحوا في ايه عشان يطمنوا على بنتهم ايه اللي حصل، وإذ فجأة رئيس المباحث يقول لعمها ده العريس قتل العروسة. طيب ادخل اشوفها، اشوف بنتنا. قال له لا ما ينفعش. طبعا للأسف كلام كتير انتشر، وده وارد، يعني ده وارد عشان بس ما حدش يزعل، ده وارد في الأمور اللي زي دي. خلاص الناس بتألف على مزاجها وكل واحد بيتوقع على مزاجه. في الوقت ده أنا كنت واحد من الناس اللي طلعت وقلت ما ينفعش اللي انتوا بتقولوه والإشاعات اللي انتوا بتقولوها، ما ترموش الناس بالباطل. الناس دي أنا لما يعني العيلة دي أنا لما سألت عنها ما فيش حد كلمني إلا وقال لي من أحسن الناس في القرية، ناس شاش على الراس، ناس ليهم كل التحية والتقدير. فما ينفعش اللي انتوا بتقولوه ده، ما ترموش الناس بالباطل. ولا هنفترض كلام العريس كلامكم صح، هل ينفع اللي عمله ده فيها؟ يعني هل ان هو ده مش بس كده، ده بيقول لك فصل دماغها عن جسمها. يا جماعة استنوا، يا جماعة اهدوا. وفي البث المباشر وعدت ان وقت ظهور نتيجة الطب الشرعي وانتهاء التحقيقات واشوف التحقيقات بعيني هطلع وابلغ الجميع بكل التفاصيل. انا واحد من الناس واللي متابعني
ما بطلعش اتكلم في المواضيع اللي زي دي، اللي هي ايه الخيانة الزوجية والعاشق واللي قتلت عشان العشيق والحاجات دي، انا ما بتكلمش فيها شهادة والكل عارفني يعني بتجنبها. ولكن المواضيع اللي زي دي ورمي الناس بالباطل بكون اول واحد يطلع ويرد على الناس بعد ما، وبدور على الدلائل بقدر المستطاع. المهم اللي حصل في التحقيقات، العريس قال بعد ما دخلت عليها، تمام، بعد ساعات من دخلتنا وبعد ما دخلت عليها وعشرتها معاشرة الأزواج، ما لقيتش اللي انتوا فاهمين. مش هينفع اتكلم في تفاصيل، انا هتكلم والناس تترجم. طيب حاولت مرة 2، بعد كده نزلت بلغت ابويا باللي حصل، مفيش. جي تاني يوم قال برضه مفيش، انا هطلع اخلص عليها. قال لي ابوه كده، وكان المفروض هنا ابوه يتعامل يعني، ولكن ابوه خد الكلام على انه تهديد واي كلام. فقال له يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ احنا هناخدها، دي بنتنا وناسها معروفين واحنا معروفين، احنا هناخدها نكشف عليها ونشوف ايه اللي حصل، اكيد في مشكلة. وللعلم هقف عند النقطة دي علشان الموضوع ده اتكرر كتير، سواء طلاق او قتل، في حاجة وده مش من حق حد. الحاجة اللي مش عجباك رجعها لاصحابها، بس الحاجة اللي انت في دماغك حاجة تاني من ناحيتها رجعها لاصحابها بس. لكن ان انت تعمل حاجة زي دي ده مرفوض. في الحالات اللي زي دي اغلبها بيكون لازم تدخل جراحي، لازم الدكتور. ابوه قال لها ابوه هناخدها وهنكشف عليها ونشوف ايه الوضع ونشوف الدنيا ودي بنتنا المهم جو اهل العروسة زغرتوا وخد واجبهم ومشوا. طلع هو تمام. عملت ايه؟ قال اول حاجة جبت سكينة، فضلت اضرب واضرب فيها في كل مكان في جسمها لحد ما السكينة اتكسرت في جسمها. ومن بعدها مسكتها شديتها في الطرقة بتاعة المطبخ، جبت سكينة تانية وفضلت في رقبتها لحد ما فصلت دماغها عن جسمها. ومن بعدها شلت دماغها في ايدي ونزلت خبطت على ابويا وقلت له ادي دماغ عروستي انا خلصت عليها. بعدها ابوه اتصل برجال المركز واللي جم في الحال وشالوا الجثمان، نقلوه على المستشفى وخدوه هو علشان يواجه مصيره في التحقيق. طيب كلام طلع وناس بتحكي وناس تألف ويقول لك ده ما لقيهاش كذا وما لقيهاش كذا اهلها للعلم يعني زي ما قلت لكم ناس طيبة، ناس محترمة، ناس شاش على الراس بأمانة، يعني ما فيش حد سمعني عنهم ربع كلمة إلا ويقول لك الناس دي فوق أي مستوى. المهم قالوا إحنا نستنى نتيجة الطب الشرعي، حتى إنه مش من حقه يعمل فيها كده لو صح كلام، لو شكوكه اللي شك في دماغه دي حقيقة ملوش حق إنه يعمل فيها كده، ولكن لازم نستنى تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي يا حضرات أنا اطلعت عليه واتبعتت لي صورة منه. تقرير الطب الشرعي أثبت إن العروسة اللي اتفصلت دماغها عن جسمها في ليلة صباحيتها بعد فرحها بكر رشيد، وكل اللي حصل فيها ما هو إلا تهتكات بس، يعني مكتوب تهتكات كده، بعد المعاشرة حصل تهتكات ولكن ما زالت بكر وماتت أو اتقتلت بكر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. البنت اللي ناس كتير للأسف طلعت في مواقع إخبارية وناس نشرت وناس كتبت وقالت عنها ما ليس فيها ورمتها بالباطل، وهي خلاص حياتها انتهت وأهلها في محنة. أنا بقول لكم أهو الطب الشرعي أثبت إن العروسة بكر رشيد، وكل اللي حصل من بعد الفرح لحد والصباحية لحد قتلها ما سببش ليها غير تهتكات لا أكتر ولا أقل، ولكن ما زالت أو اتقتلت بكر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي رماها ورمى أهلها بالباطل. أهلها ناس محترمة وناس يعني شاش على الراس،
ليهم كل التحية والتقدير، ناس متأصلين، ناس ليهم مكانتهم، تمام، والموضوع تقيل عليهم، وانا عذرهم وبقول لهم كتر الف خيركم، ولكن مع خالص عزائي اولا، ولكن الصبر ثم الصبر، انتوا ناس عقلاء، تمام. وبشهادتكم اني والد العريس المجرم الخسيس، بشهادتكم ان والده وامه اهلكم وناسكم ناس برضه محترمين، وهو بعد فترة زمنية مش طويلة بإذن الله هيتم إعدامه والقصاص منه، علشان حق بنتكم يرجع زي ما نهى حياتها من الرقبة، هينتهي برضه هو حياته من رقبته بإذن الله، ويتعلق من رقبته، وهيتم القصاص منه في أقرب وقت ممكن. أهله ما لهمش ذنب في أي حاجة، رجاء الالتزام ثم الالتزام، وانتظار الحكم العادل عليه، واللي هيكون بإذن الله قريبا جدا، وهطلع برضو أبلغ حضراتكم به. رجاء ثم رجاء من الناس اللي معايا على البث المباشر، تدعي لها بالرحمة والأهلها بالصبر والسلوان، وشاركوا البث المباشر ده في كل مكان علشان حق البنت ده يرجع، واثقين في قضائنا العادل، واللي قريب جدا هيتم القصاص من المجرم الخسيس. آسف إني طولت عليكم، كان واجب إني أطلع وأكمل لحضراتكم باقي التفاصيل اللي من فترة طلعت وأعلنت عنها. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.